يرى علماء الاجتماع أن ماكس فيبر هو أذكى من عمل في هذا المجال دون منازع، هذا على الرغم من عدم تفضيله هذا الوصف، فقد فضل أن يوصف بباحث تاريخي، لكن بصمته في علم الاجتماع لا يمكن تجاهلها أو الانتقاص من قدرها، فمن فهمه لمجريات التاريخ وتطبيقها على الواقع العملي تمكن من إلقاء الضوء على العديد من المتغيرات التي حصلت في القرون الأخيرة والتي قلبت النظم البشرية رأسا على عقب، حيث زعم أن الحقائق الإنسانية كالدين والاقتصاد والسياسة والاجتماع كلها مرتبطة ببعض، ولا يمكن فهم أحدها بمعزل عن الآخر، فهو لا يرى البشرية من منظور الصح والخطأ، الأسود والأبيض، بل كل شيء رمادي حسب رأيه. في هذا الفيديو لن نشرح مفهوما واحدا لفيبر، بل سنسلط الضوء على عدة جوانب من أفكاره، ونتمنى في النهاية أن تتكون لكم نظرة أوضح حول أفكاره وإنجازاته. أهم عمل اشتهر به فيبر اقتراحه وجود علاقة بين علم الاجتماع الاقتصادي والاجتماع الديني، حيث يشرح في كتابه الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية أن المسيحية البروتستانتية وبالأخص الكالفينية والتي ظهرت في شمال أوروبا في القرن السادس عشر قد غيرت تاريخ البشرية كله. فمن ضمن تعاليم هذا المذهب الجديد هو أن الخطيئة الأولى لآدم تورث إلى نسله، وعليه فإن الله أنزل الإنسان على الأرض لسبب، وهو لكي يعمل لا ليتمتع. الله حسب البروتستانتية لا يحب الكسل أو مضيعة الوقت ولا يحب الترف، بينما قساوسة الكاثوليكية لهم أن يغفروا بعض الذنوب، لذلك عبء الذنب يكون أخف. في البروتستانتية علاقة الإنسان مع ربه مباشرة، وهو وحده الذي يغفر الخطايا، وكل شيء سيظهر على حقيقته يوم القيامة، وحتى يأتي ذلك اليوم على الإنسان الكد والتعب ما دام حيا. سماها بأخلاق العمل البروتستانتية. لذلك الرأسمالية في صميمها والمتمحورة حول العمل المستمر دون كلل أو ملل هو باعتقاد فيبر أحد إنتاجات الدين. الموضوع أعقد من هذا، ونحن نختصره لكم بشكل كبير، لكن لنعرض لكم مخططا مبسطا. الفرد يعمل لكي يكسب المال، ولاحقا يوسع عمله، لكن في النهاية يحاول الاستفادة من المال الذي كسبه خلال سنوات تعبه، كأن يبني منزلا فاخرا، أو أن يحظى بحضور اجتماعي، أو حتى أحيانا أن يصبح من النخبة. ربما هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه. هذا ما عهده العالم وأجمع منذ أول مجتمع بشري على وجه الأرض. في الرأسمالية لا يحصل هذا الأمر، فبعد كسب المال لا يجوز إنفاقه على وسائل الترف، بل ما تم جنيه من أرباح يجب أن يداور وأن يستثمر من جديد، وإن سنحت الفرصة يوسع هذا الاستثمار إلى مجالات أخرى. وبالتأكيد الموضوع لا يقتصر على علاقة الدين بالتجارة، فهذا الأمر ألقى بظلاله على الجانب الاجتماعي أيضا، حيث أزاحت الطبقة المتوسطة الأشراف والنبلاء جانبا، وأصبح في الواجهة نوع جديد من النخبة الذين لا يعترفون بالحسب والنسب، بل يحكمون بالمال والمؤسسات، وهو كما قلت ما قلب النظام الاجتماعي البشري رأسا على عقب، وألقى بظلاله على كل العالم. وسنشرح عن هذا الموضوع أكثر في الفقرات اللاحقة. ولا مفر هنا من مقارنة فكرة فيبر مع فكرة كارل ماركس حول علاقة الدين بالرأسمالية. فقد قال ماركس أن المنظومة الاقتصادية هي التي ولدت لاحقا المنظومة الميتافيزيقية المتمثلة في الدين، لذلك السهم يتوجه من اليمين إلى اليسار. فيبر قال أن العكس هو الصحيح، أن المنظومة الدينية هي التي أثرت وأعطت للاقتصاد شكله، ولذلك السهم يكون من اليسار إلى اليمين.